السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى فيديو جديد. خبر اليوم من الترند اليمني ومن وسائل الإعلام اليمنية، وأبرزها هو وفاة الداعية الشيخ عبد المجيد الزنداني الذي توفى اليوم، فنسأل الله له الرحمة والمغفرة. فكان هناك ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، كل من يدلو دلوه ويدعو له في الرحمة. الشيخ عبد المجيد الزنداني هو من مواليد عام 1942، والذي توفى بعد عمر ناهز 82 عاما تقريبا. برز المناصب الذي كان مسكها في حياته ومسيرته العلمية الإعجاز العلمي في القرآن. نعى الشيخ عبد المجيد الزنداني أغلب مشاهير وسائل الإعلام والوسائل العالمية، ومن ضمنها قناة الجزيرة وبعض الصحف المعروفة، وأيضا من نتابعهم ونسميهم مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي. ونبدأ من عند رامز ابن المقطري، يقول: الشيخ عبد المجيد الزنداني مات ورحل بحسناته وسيئاته، وأذكروا محاسن موتاكم، اللهم أرحم موتى المسلمين جميعا. أيضا هنا محمد عبد الله المسمري يقول: نعزي الأمة الإسلامية كافة واليمن خاصة في وفاة الشيخ العلامة عبد المجيد الزنداني رحمه الله وغفر له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا هنا أحدهم يكتب، اللي هو مدريدي ماركة: من كان يعبد الزنداني فإن الزنداني قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت، الله يرحمه ويغفر له. أيضا الصحفي فتحي بن الأزرق قال: مات الشيخ عبد المجيد الزنداني وأفضى إلى ربه وهو حسيبه، اختلفنا معه في حياته في قضايا ومواقف كثيرة جدا، أما وقد مات وبات بين يدي خالقه فلن نقول إلا رحمه الله، رحمة الله عليه. لسنا ممن يتشفى بموت أحد، ولا هي من أخلاقنا. رحمه الله ورحم جميع موتى المسلمين. طبعا في ناس تفكيرهم صغير تقريبا، أنا ما شاهدت يتهموا لانتمائه الحزبي، تقريبا هو ينضم إلى حزب الإصلاح اليمني اللي هو تابع للإخوان حسب ما يصنف. عموما هنا أبو نايف العرقمي قال: ليس من أخلاق الإسلام ولا من عوائد العرب التشفي في موت شخص تتفق معه أو تختلف. الزنداني رحل إلى ربه ولا تجوز عليه إلا الرحمة، رحمة الله تغشاه. راشد معروف يكتب: والله من العصر اشتي انشر تعزيه وارجع اقول يمكن منصه صدق تقول انا صاحب الاشاعه. المهم بعد التاكد الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته. ايضا كان هناك بعض ممن كتب عليه وكتب مقالات سياسيه، انا لا اذكر الا هذه واترحم عليه، واذكروا محاسن موتاكم كما قيل، سواء اختلفوا او اتفقوا معه، فهو عند ربه فادعوا له بالرحمه. وبهذا نكون وافيناكم بخبر اليوم الأبرز على مواقع التواصل الاجتماعي للترند اليمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.